السلام عليكم، راني رجعت وجبت لكم تتمة ديال القصة ديالنا اللي هي القصة ديال الجريمة اللي كان السبب ديالها الجن. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا نبداو على بركة الله. المخزن ديالنا قرر يفرع الباب باش يعرف شنو واقع، وداكشي اللي كان هرسوا الباب ديال الشومبر ودخلوا لداخل. ولكن في هاد اللحظة هادي كلشي مصدوم، لا البوليس ولا السيد اللي خدام في لوطيل ولا كل واحد كان حاضر من داكشي اللي شافو. ومن الريحة اللي شمو، هاد الريحة كانت واحد الريحة اللي خانزة، اللي كانت جاية من واحد المجمر، وكانت عبارة على واحد البخور. ملي تبعو المصدر ديال هاد الريحة هادي صابوها جاية من واحد المجمر، وكان حدا هاد المجمر هذا شي ورق وشي حوايج. والصدمة الثانية كانت هي أنهم صابوا واحد اليد ديال دري صغير مكوفرة وفيها المداد، يعني شي حد كان كيستعمل هاد اليد هادي في كتابة الجداول ديال الشعوذة والسحر. واللي كان كيستعمل هاد اليد هادي في كتابة السحر والشعوذة راكم عارفين هو الضحية ديالنا اللي مات عبد الله. وكتبان ديك اليد باللي مدة طويلة هو خدام بها، وهاد الشي ما غاديش يحبس هنا، لا مازال كاينه بزاف د الحوايج. صابوا عاوتاني واحد القرعة كبيرة فيها واحد السائل أحمر، وهاد السائل الأحمر كان هو الدم، وإلا دارو التحاليل صابوا الدم ديال الإنسان. وفي الأرض كانت واحد النجمة سداسية اللي مصاوبة بالعظمان. من بعد التحاليل عرفوا هاد العظومة هادو باللي ديال الحوالة، وهاد العظومة كانوا جداد، يعني ما دازش عليهم بزاف ديال الوقت باش جابوهم خونا وكان كيستعملوا. ديك الساعات المخزن عرف باللي هنا فهاد الشومبر هاد كانت كدار طقوس ديال السحر والشعوذة. وهنا المحققين ديالنا قرروا ما يظلموش خونا ويزيدوا يقلبوا اكثر، وقالوا بلي ربما يكون ماشي هو اللي كان كيدير هادشي هذا. بالرغم من وجود مجموعة ديال الأدلة، المخزن غادي يقرر انه يمشي يسول الجزالة ديال المنطقة، ربما تبان شي حاجة باش يتأكدوا مزيان من داكشي اللي كاين. ديك الساعات البوليس قصدوا الجزالة اللي كانوا تما، وبداو كيسولوا فيهم واحد بواحد حتى طاحوا في واحد خونا تما عنده محل ديال التكزرت قديم شويه. هما يسولوا السلام عليكم، واش هاد السيد هذا جا عندك البارح ولا لا؟ قال لهم هي البارح جا عندي وتسخر مني، غير هو عصبني شويه حيتاش كان كيهضر، كنكون نيبا كيهضر كيأكد عليا. قالوا له كيفاش؟ قال لهم ملي كان كيتسخر مني بقى عليا ارى ليا من هاد القنت، ارى ليا من هاد القنت، ارى ليا من هاد القنت. قالنا ما كاينه باس هانيت نخليه يعزل ويتخير، حتى لواحد اللحظه اللي قال لي ارى ليا ديك الضلوع راه هما عندك يكون فيهم الملحة، الله يجازيك بخير، أنا ما اختش الملحة وما عنديش مع الملحة، حيت لك غير شوية د الملحة نقدر نتشلل، راني مريض بالطونسيون، واللي فيه الطونسيون راك عارف ما كياكلش الملحة، بقى كيقولها ويعاودها حتى طلع ليا الدم. وانا كنقول ليه واخا سيدي ما كاينش الملحة، كون هاني كون هاني ما تخممش، راه ما فيه لا ملحة لا والو. من بعد جمعت ليه السخرة ديالو في ميكا، خلصني ودا السخرة ديالو وزاد في حالو. المحققين من بعد ما سمعوا الأقوال ديال خونا قرروا انهم يهزوه ريوسهم ويمشيو يوليو لديك الشومره داك عاوتاني، ربما يمشيو يلقاو شي حاجه. بقاو كيحاولوا يقلبوا على شي طرف ديال الخيط اللي وصلهم لكيفاش خونا خرج من داك البيت، ولقاوه في الزنقه جثه هامده، والبيت كان مسدود من الداخل. ايه، عرفنا باللي السيد كان كيمارس السحر، ولكن الحاجه اللي العقل ديالنا ما كيتقبلهاش هي كيفاش ان خونا هذا كان لداخل حتى لقاوه مليوح برا، وكاع ما لقاوه لداخل ميت. لنفرض أن خونا غلط في شي حاجة كان خاصو يكون ميت تماك لداخل ماشي على برا. هنا المحققين ديالنا زادو يترونوا عاوتاني كتر من القياس. غادي تقولوا لي ربما يكون خرج من الشرجم ديال البيت، انا غادي نقول لكم الشرجم ديال البيت كان صغير، وباش يخرج منه خاصو يكون كيتجبد، يعني خاصو يكون بحال لاستيك باش يخرج. ولنفرض انه خرج من الشرجم، ديك الشرجم كان عالي بزاف، واذا مشات تسيب منه وهو الارض غادي تشعتر. وهنا المحققين ديالنا غادي يعرفوا بلي هاد الحادثه هادي ماشي عاديه، وبلي الدعوة راه مرونة ديال بصح، وتأكدوا بأن اللي صفاها لخونا راه ماشي بشر، وإنما شي حاجة اللي كانت من العالم الآخر. راكم عارفين وراكم فاهمين. ديك الساعات المخزن قرر انه يعلم العائلة ديال الضحية بداكشي اللي طرا، وهنا المدام ديال السيد باللي سمعت خبر جاتها واحد الصدمة وترونت في عقلها. وهنا غادي يتم إعطاء التعليمات اللازمة للسلطات المعنية بالأمر باش ينتقلوا للمنزل ديال الضحية ويحققوا مع الزوجة ديالو حتى هي، وربما تكون عارفة شي حاجة، ولا سيما أن هي الزوجة ديالو، وربما تكون عارفة شي حاجة ولا سبق لها شافت شي حاجة عنده في البيت. وحتى من العائلة ديالو تم التحقيق معاها، وربما يكون شي واحد فيهم عارف شي حاجة يقدر يفيدهم بها في هذه القضية هذه. المحققين ملي وصلوا للدار ديال الضحية وحلت لهم الباب البنية ديالو، حيتاش الام ديالها كانت في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف نتيجه ديال هاد الخبر اللي سمعت من عند المخزن. عند المخزن عزاها في الراجل ديالها وداروا معاه الواجب، ولكن قالوا ليها ضروري خصنا نسولك شي اسئله على الراجل ديالك. قالت لهم وهي في ديك الحاله مسكينه واخا ما كاين حتى شي مشكل مرحبا، واخا هي كانت في واحد الحاله اللي يرثى لها، ولكن راه ما عندها ما دير، راه القانون هذا وخاص المخزن يدير الشغل ديالو باش يقدر يحل القضيه. اول سؤال غادي يسولوها على الزوج ديالها هو ملي كان كيجي من الخدمه شنو كان كيدير
كيدير؟ قالت لهم اللي كان كيرجع من الخدمة ديالو كان كيجلس معانا عادي، ولا كيمشي عند صحابو يجلس معاهم، ولاو سولوها واش راجلك ما عندوش شي لعيب مع شي واحد، زعما عندو شي حساب قديم مع شي حد ولا شي واحد كان حاقد عليه. جاوبتهم وقالت لهم لا، وراجلي كان واحد الانسان اللي داخل سوق راسو وانسان حدودي وما عندوش مع صداع الراس ما كيقلب على صداع. ولاو سولوها وقالوا ليها واش عندك شي فكرة على السفر لأكادير؟ قالت لهم لا، وراجلي عمرو مشى لأكادير، ديما كان كيمشي غير ورزازات، وملي كان كيمشي لورزازات كان كيمشي لواحد الزاوية تما، وكان ملي كيكون غادي كيعلمني وكيقول لي بلي راني غادي للزاوية اللي كاينة في ورزازات، ماشي بحال هاد المرة هادي مشى بلا ما يعلمني وما قال لي والو. وزيد على أنه ملي كان كيمشي لديك الزاوية كان كيعالج الناس تماك وكيدير فيهم الخير، كيحل ليهم الثقاف والسحر وكيدير ليهم الرقية الشرعية في سبيل الله. وزادو سولوها واحد السؤال واحد آخر، واش ما عمرك لاحظت شي تصرف غريب دارو الراجل ديالك في هاد الآونة الأخيرة هادي؟ جاوبتهم لا، من غير حاجة وحدة، أنه كان مرول ومستريسي قبل ما يغبر، وغير كنسولو مالك كيقول لي لا والو وراه غير خدمة وصافي. فأنا طبعا تيقت بلي يمكن غير خدمة مرول معاها وخليتو على الراحة ديالو. ولحد الساعة المخزن مازال ما قالشي للزوجة ديال الضحية على داكشي اللي لقاو في البيت ديال الراجل ديالها، وخلاوها حتى كملت الهضرة ديالها ولا حتى كملت الكلام ديالها، عاد عاودو ليه على ديك البلان اللي صابوه في الشومبر ديال الراجل ديالها والحالة اللي كان فيها. ديك الساعات مسكينة ملي سمعت ديك الكلام اللي قال ليها البوليس بقات مصدومة من الكلام ديالو. اش هاد الروينة كنسمع؟ ما يمكنش، واش متأكدين بلي هذا هو الراجل ديالي؟ حيت راجلي انسان متقي الله ما يمكنش يدير هادشي هذا. البوليس جاوبوا هادشي اللي كاين لالا، وهذه هي الحقيقة المرة. المحققين قرروا انهم يتحركوا ويمشيو للمدينة ديال ورزازات اللي فيها ديك الزاوية هذيك، ويعرفوا شنو القصة ديال ديك الزاوية، شنو العلاقة ديالها بالضحية. فعلا مشاو لتما، اللي وصلوا سولوا على الفقيه اللي كان تما، والناس وراوهم هذاك الفقيه هذا. وكان واحد السيد اللي شايب وكبير في العمر وبين فيه السيد رزين وحكيم، وكان كيقري قرآن للدراري اللي تماك اللي كاين في الزاوية. ديك الساعات البوليس جبدوا التصويرة وراوها للفقيه وقالوا ليه واش كتعرف هاد السيد هذا؟ جاوبهم اييه كنعرفو، هذا راه السي عبد الله الاستاذ الجامعي ديالنا الله يعمر هدار، وراه كان تلميذ ديالي ملي كان صغير، وانا اللي قريت القران في هاد الزاويه هاديك لو كانت تهضر، وهنا علمتو الشريعه الاسلاميه على حقها وطريقه. مالو سيادنا اش طاري ياك لاباس؟ مال السي عبد الله اش دار؟ انا المحققين قالوا ليه عن الواقعه بالتفاصيل ديالها وبالديتاي. الفقيه ملي سمع الهضره هادي عقل ديالو حبس وترول، او اش هاد العجب اللي كنسمع، واحتمل الوجه ديالو ولا صفر. والفقيه قال لهم واش متاكدين باللي هاد السيد هذا هو عبد الله؟ راه ما يمكنش، عبد الله رجل متقي الله. جابوا المخزن يا السي الفقيه، راه هذا عبد الله اللي جينا عندك نسولك عليه، ما كاين ما يتخبى، الواقع هو هذا. ديك الساعات الفقيه مسكين قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله، حنا هنا كنقريو عباد الله القران وكل شيء ها هو وحدكم، وكنداويو الناس بالرقيه الشرعيه، هادشي اللي عطا الله. غير هو راكم عارفين كاين شي نوع ديال التلاميذ كيجي الفضول وكيقرر انه يمشي يدخل ديك العالم ديال السحر باش يتفقه فيه، ولكن انا راني ما كنخليهمش بحكم ديك الطريق ماشي مزيانه وغادي غير تخرج عليهم. وانا ملي كنهضر معاهم كيقولوا لي لا السي الفقيه، حنا كنتعلموا لداك الشيء غير باش نحميو الناس ديالنا منه ونحميو يوسطنا، ماشي باش نوليو سحاره. ودابا السيد هذا اللي وريتوني في التصويره اللي هو عبد الله راه مشى دخل ديك العالم هذاك بلا ما نعرف عليه انا والو وما قال لي والو، يعني غير فضول من ديتو لراسو. وعلى حساب ما عاودتو ليا والتصويره اللي وريتوني غادي يكون عبد الله فاش كان كيدير شي طقس من هاد الطقوس هادو ديال السحر غلط في شي حاجه ودار شي حاجه اللي ما خصهاش يدار وما كانتش في البلاصه ديالها، وتقلب عليه داك الشيء، وديك الشياطين رماوه تمايا من بعد ما صفاوها ليه. هنا كيبان لنا المحققين من بعد ما جمعوا هاد الادله هادي كامله مشاو لعند العميد ديالهم وريحوا معاه في الطابله وبداو كيتذاكروا في هذا الموضوع هذا. هنا العميد شاف فيهم وقال لهم ياك ما جاكم هادشي غريب؟ هادشي راه ماشي غريب، راه عندنا شلا دواسه بحال هادو لحد الساعه ما قدرنا نعرفوا عليهم والو، وبلي الله سبحانه وتعالى عز وجل جعل بيننا وبين الجن والشياطين حجاب، واللي كيبغي يتجرأ ويدخل لبلاصه اللي ماشي ديالو كتكون هذه هي النتيجه ديالو وهذه هي العاقبه ديالو. حيتاش الا مشيتي تحليتي ليهم الباب باش يدخلوا لعندك وتدخل عندهم خاصك تحمل العواقب ديالو، واللي دار الذنب يتحمل العقوبه. وهنا الاخوان كتسير القصه ديالنا. كان معكم خوكم احمد، وكان هذا هو الجزء الثاني ديال القصه. لايك وشير وفرقوا على الكومنتير، وتحيه الكبير والصغير اوجه الخير، ونشوفكم ان شاء الله مع قصه اخرى فيديو الجاي ان شاء الله.